لقي المحتجز هشام النص مصرعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل قسم شرطة دار السلام. وزعمت داخلية الانقلاب في تصريح لها حول الحادث أن وفاة النص ليست جنائية ولكنها غيبوبة سكر. أفادت مصادر أمنية أن حريقا اندلع منذ قليل بالدور الثالث بمكتب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وذكر شهود عيان أنه سادت حالة من الهرج والمرج داخل المبنى ووسط العاملين بالوزارة الذين فروا هاربين. أفاد شهود عيان أن انفجارين قويين وقعا صباح اليوم بمنطقة وادي حوف بحدائق حلوان. وقال عدد من الأهالي أن إحدى القنبلتين انفجرت في سيارة مستشار يقيم في المنطقة فحولتها حطاما. أصدرت نيابة القاهرة الجديدة قرارها صباح اليوم بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق لتورطه في الاستيلاء على متعلقات المواطنين، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار أمين الشرطة شريكه في الواقعة. وكشفت التحقيقات أن بلاغات تعددت من بعض المواطنين بتعرضهم للسرقة من ضابط وأمين شرطة في كمين بمنطقة القاهرة الجديدة، وأنهما استوليا على متعلقات شخصية، وعندما علم بافتضاح أمرهما امتنعا عن الذهاب لعملهما. وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء تحريات حول الواقعة. قال الناشط في الشأن السيناوي حسام الشربجي في تغريدة له اليوم على صفحته بتويتر أن مدينة رفح المصرية للمرة الأولى في التاريخ، أي منذ 500 عام، لم يسمع صوت الأذان بها لهدم مساجدها أمس داخل المنطقة العازلة سيناء. كان الشربجي قد غرد مساء أمس مؤكدا أن عدد المساجد التي تم تفجيرها من قبل الجيش وصلت ل5 مساجد حتى اللحظة من أصل 15 مسجدا بالمنطقة العازلة رفح سيناء. سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الأهالي في أسيوط بعد انقطاع المتكرر للكهرباء على المدار اليومين الماضيين وحتى الآن بالمحافظة في بداية موسم الصيف. دخل الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان في غيبوبة كبدية تامة داخل سجن العقرب، وسط تعنت سلطات الأمن في نقله للعلاج بمستشفى خاص منعا لتعرض حياته للخطر. حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلستها المنعقدة صباح اليوم بعابدين جلسة 31 مايو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى رقم 213 والمطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وأوضحت نقابة الصيادلة أن دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقيتها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على النقابة. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم بالسوق السوداء إلى 7.63 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع. وسجل السعر الرسمي داخل القطاع المصرفي 7.58 جنيه للشراء و7.63 جنيه للبيع. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة فتحي مبروك المبيت في العين السخنة يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهة الإفريقي التونسي المرتقبة، استعدادا لخوض اللقاء في اليوم التالي بملعب السويس الجديد. اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال توفير الحماية والحراسة لهم خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في أركان المسجد المبارك. ذكرت مصادر إعلامية عربية أن حفيد علي عبد الله صالح أصيب خلال قصف طائرات التحالف الذي استهدفت منزل المخلوع صباح اليوم الأحد ب4 صواريخ بحسب سكاي نيوز.